مساء الجمال على عيونكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة التايجر او الزبرة كيك بطريقة سهلة وبسيطة، وهتكون معانا هشة وجميلة بالشكل ده زي الاسفنج بالظبط، والاولاد هيفرحوا بيها جدا. نقدمها مع عصير برتقال او شاي او اي حاجة احنا نحبها. مكوناتها بسيطة جدا. اول حاجة هنبدأ بالمكونات الجافة. اول حاجة معانا كوبايتين من الدقيق منخولين كويس جدا. هننخل كل المكونات الجافة كويس، يعني مرة واتنين وتلاتة كمان. انا ساعات بنخلهم 4 مرات، كل ما ننخلهم اكتر كل ما هيدينا هشاشة اكتر. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص كوباية من نشا الذرة. النشا بتدي لها هشاشة، ولو احنا ما عندناش نشا هنستخدم كوبايتين ونص من الدقيق عادي خالص، ورشة خفيفة خالص من الملح. معلقتين كبار من الكاكاو الخام هنركنهم على جنب، مش هنستخدمهم دلوقتي. هنقلب المكونات الجافة مع بعضها، وهنبدأ بقى نعمل مواد السائلة. الخلاط هنضيف 3 حبات من البيض، كوباية وربع من السكر، هيكون سكرها معتدل جدا. اللي حابب يزود نزود لكوباية ونص بس، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون ومعلقة كبيرة من الخل. هنضرب الكلام ده مع بعضه لحد ما لونه يفتح ويهيش معانا. بعد كده هنضيف كوباية الحليب، مش كلها، هنسيب معلقتين منها كده عشان خاطر لما نضيف الكاكاو. ومعايا كوباية من الزيت على الزبدة، ممكن نخليها زيت بس، ممكن نستخدم سمنة على زيت او زيت على زبدة، بس ما ينفعش نستخدم زبدة بس او سمنة بس، بتكون الكيكة مكتومة كده معانا وتقيلة مش خفيفة. اما الزيت بيديها هشاشة وطراوة وبتكون زي الريشة كده زي الاسفنجة بالظبط. هنضيف كوباية الزيت على الزبدة ونضربهم مع بعض في الخلاط، وبعد كده هنضيف الفانيليا في اخر حاجة عشان تفضل ريحتها قوية معانا. بعد كده هنضيف المواد السائلة على المواد الجافة، وهنقلب كويس جدا بشويش وفي اتجاه واحد عشان ما نخرجش كمية الهواء اللي احنا دخلناها واحنا بنضرب البيض في الخلاط. ايوه كده، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، حاجة كده وسط في النص، لا خفيف قوي ولا تقيل خالص غليظ. بعد كده هنقسم الخليط، هنخلي الخليط الابيض اكتر، حوالي معلقتين كده قد معلقتين الكاكاو اللي احنا هنضيف في طبق جانبي كده. وبعد كده هنضيف في البولة معلقتين الكاكاو ومعلقتين الحليب، ونقلب كويس جدا لحد ما يبقاش عندنا اي تكتلات. كده بقى عندنا خليطين، خليط ابيض وخليط الكاكاو. معانا صينية مقاس 26، ممكن نستخدم 22 او 24 لو احنا عايزينها اعلى من كده. هنبطنها بالزيت ورشة من الدقيق، وبعد كده هننزل بالتدريج كده الابيض الاول، حوالي كده كبشة من الخليط الابيض وبعدها كبشة من الخليط البني عشان تدينا شكل التايجر تقديريا كده. اللي مش هيعرف يقدر كده بعينيه نستخدم بقى معلقة او كبشة كده. المهم يكون المقاس موحد الخليطين، يعني قد ما نحط الخليط الابيض قد ما نحط الخليط البني عشان تطلع معانا منتظمه في الاخر. نفضل بقى كده شغالين بالتبادل لحد ما نخلص كل الكميه اللي عندنا. ولو احنا مش عارفين مقاس الصواني اللي عندنا، فالكيك خليط الكيك لازم يكون في نص الصينيه. صينيه حرفها عالي جامد، فخليط الكيك مش باين ان هو واخد نص الصينيه. نخبطها خبطتين كده على الرخامه. هندخلها فرن على درجه حراره 180، النار من تحت بس، رف اوسط، ولو احتاجت في اخر 5 دقايق نولع عليها الشوايه نولع عليها الشوايه. وقت التسويه هيكون حسب الفرن بتاعي، تاخد معانا من 35 ل 55 دقيقه، مش اكتر ولا اقل من كده. لو فرنك عالي ممكن تاخد معاك من 35 ل 45 دقيقه بالكتير خالص. انا اخدت معايا حوالي 50 دقيقه، كانت استوت معايا وسواها موحد، كانت معانا جميله والشكل ده. وشايفين قد ايه ما فيهاش اي عيوب ولا اي غلطات لو اتبعنا كل التفاصيل وكل الخطوات اللي احنا قلنا عليها. شايفين قد ايه هي هشه وجميله، حجمها قد ايه وطريه، السمك بتاعها والعلو بتاعها ممتاز خالص، شكلها جميل وظريف خالص، واولادك هيفرحوا بيها جدا. وبكده نكون خلصنا احلى كيك زبرة او كيك تايجر، واتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.